السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو ليه الناس بتحب تتريق؟ عمرك في حياتك كنت قاعد في قاعدة كده وعمال بتتكلم في موضوع جد جدا وفجأة لقيت واحد راح رادد عليك بتريقة وراح مقلل منك؟ تقول لي بيحصل. عمرك كتبت بوست على الفيسبوك بتتكلم في موضوع جد فعلا وما فيهوش هزار نهائيا وتلاقي واحد رد عليك بهزار او بسخرية او اتريق عليك؟ تقول لي بتحصل. طب عمرك داخل مثلا عايز تتعلم مجال جديد فاخترت مثلا جروب على الفيسبوك بيتكلم عن المجال ده ودخلت كتبت بوست زي اي حد مبتدئ وبتقول يا جماعه انا عايز اتعلم المجال ده، اروح فين واجي منين؟ وتتفاجئ ان في تعليقات بتتريق عليك؟ هتقول لي هقول لك بقى النهارده ليه الناس بتحب تتريق. الجزء الاول، السخريه او التريقه يا صديقي مش دايما مقصوده. مش كل تريقه يا صديقي معناها ان الشخص قاصد يقلل منك. اوقات كتير قوي الشخص بيكون متوتر ومش عارف يقول ايه، او من نوع الناس اللي مش بيعرف ياخد الحاجه بجديه، فبتلاقيه دايما بيهزر وبيتريق في كل ردوده بغض النظر عن الموضوع. الموضوع ممكن يكون موضوع جد او ممكن يكون حد بيحكي نكته، في الحالتين هتلاقي رد واحد. علشان كده بيهرب لموضوع التريقه عشان يتفادى الموقف ده، الموقف الجدي اللي انت بتتكلم فيه. يعني مثلا ممكن تفتح موضوع بجد او موضوع حساس مع حد وتلاقيه بيقول لك يا عم سيبك من الكلام ده، ويحاول يرد بتريقه وبسخريه ويقلب الموضوع نكته، لانه هو مش جاهز ان هو يرد عليك او مش مؤهل ان هو يكمل في النقاش الجدي ده، فبيهرب لموضوع التريقه. مش القصد هنا خالص انه يقلل منك او يحفل عليك. علشان كده يا صديقي مش دايما اللي بيتريق قاصد حاجه زي كده. وممكن على فكره تلاقي ناس كتير جدا بتتريق ويكونوا الناس دي فعلا من جواهم ناس كويسه واخلاقهم حلوه، بس هو بيهرب بالحته دي، مش قاصد دايما. الجزء الثاني، ليه بقى الناس بتتريق؟ خلينا بقى نناقش كل نقطه بالتفصيل. رقم واحد، ضعف الثقه بالنفس. الشخص اللي مش واثق في نفسه دايما بيحاول يبان ان هو قوي وبيبين اللي قدامه ان هم اقل منه بان هو يتريق عليهم في كلامهم. اللي هو ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده انت لو ما كنتش اتكلمت كان احسن. هو ده كلام؟ هو هنا لما بيتريق بيحاول يبين ان هو متحكم وان هو الاقوى واللي قدامه ضعيف، ودي قله ثقه بالنفس. تاني نقطه، الخوف من المواجهه والجديه. كتير جدا من الناس تيجي تفتح معاك موضوع بجد وانت بتهرب منه عشان انت مش هتعرف تمشي في الموضوع ده، والهروب ده بيكون بالتريقه، ترد رد تريقه او تقفل الموضوع بطريقه كده سخريه او مسخره زي ما بيقولوا يعني، فبتقفل النقاش. انت هنا بتهرب منه لان انت مش هتعرف تواجه، فالتريقه هنا وسيله مناسبه جدا لان انت تهرب او تطلع من النقاش الجدي. ثالث نقطه، وللاسف البيئه والتربيه. في كتير اشخاص متربيين على فكره التريقه والبيئه المحيطه بيهم بتساعد ده جدا، وماشيين بمبدا لو انت ما هزرتش معانا يبقى ما بتحبناش. في حياتهم كلها تريقه، ممكن السلام عليكم ويتريق عليك بعدها، هو حياته كده، فده متربي على ده وشايف ان ده اسلوب حياه وطبيعي ومفيش فيه مشكله. هتقابل من دول كتير جدا في حياتك للاسف يعني. رابع نقطه يا صديقي، الغيره. زي ما سمعت كده، كتير جدا من الناس بتتريق عشان غيرانه. ممكن انت تكون في شركتك شغال ورحت عرضت فكره جديده هتبهر الجميع، يطلع واحد يتريق عليك مش عشان هو قاصد يقلل منك، هو بيتريق عشان هو غيران، كان نفسه هو اللي يعمل الفكره دي، فالغيره بتخليه يتريق، مش لاقي حاجه يعملها فبيتريق عليك. خامس نقطه يا صديقي، تاثير البلاعه السوشيال ميديا. زمان قبل الانترنت ما يظهر وقبل السوشيال ميديا والقصص دي كانت التريقه ليها حدود وكان الموضوع يعني مقنن شويه. مع وجود السوشيال ميديا ومع وجود الميمز الكوميكس والفيديوهات والجي اي اف اللي بقى الناس تعملها، فبقى عندك جو مهيأ لان حضرتك تتعلم التريقه على اصولها، وبقى اسهل حاجه ان حد يتريق دلوقتي. بقى الموضوع سهل وبسيط وكل اللي حواليك بيعملوه، فمش هتحس ان هو غريب. ومع وجود بقى الريتش والناس اللي بتلم اللايكات، فبقى اسهل حاجه ان حد يتريق عليك ويقلل منك لابعد الحدود عشان يزود الريتش. بيئه خصبه لان حد يطلع بيحب يتريق، هي السوشيال ميديا طبعا البلاعه. الجزء الثالث بقى، ازاي نتعامل مع الناس دي. في فيديو اسمه ازاي تتعامل مع التعليقات السلبيه، على فكره هو شبيه بالفيديو ده، يا ريت لو انت ما شفتوش تشوفه عشان كلهم بيكملوا بعض. اول نقطه كالعاده وهتلاقيها في كل الفيديوهات اللي بتنصحك النصايح دي، ما تاخدش الموضوع على صدرك. ليه؟ لانه اللي بيتريق ده مش بالضروره بيتريق على حاجه موجوده فيك، ومش بالضروره التريقه بتاعته تكون صح، ومش بالضروره يكون قصدك انت. هو ممكن بيتريق عشان هو نفسه بيهرب من حاجه زي ما قلنا من شويه، فما تاخدش الموضوع على صدرك او على صدره. تاني حاجه يا صديقي، بص للصوره كده من بعيد. الشخص ده اصلا بيتعامل معاك انت كده؟ طب بيتعامل معاك انت كده عشان في مشكله فيك ولا فيه هو؟ بص عمالين نبص للصوره ازاي. طيب لو هو الشخص ده اصلا كده بطبعه اصلا بيتريق ومتنمر والكلام ده، حلو، يبقى المشكله مش فيا والموضوع ماليش علاقه بيه، هو اصلا كده، فخلاص عرفت اتعامل معاه ازاي ومفيش داعي ان انا اضايق نفسي لانه ما يقصدنيش انا. 3، مبدا المواجهه. في بعض الناس بتحب المواجهه جدا، يعني هو عمال يهزر يتريق، ممكن توقفه عند حد. بص انا بكلمك بجد وكفايه تريقه كده بقى، بص انا بكلمك بجد وكفايه تريقه. واحده واحده هتبدا تخليه يتعلم ويتكلم بجد ويكمل، او تعرف انه غير قابل انه يتكلم بجد
فتقطع معاه العلاقات ومفيش داعي ان انت تتعامل معاه ما دام مفيش امل منه وهيفضل يتريق طول عمره. وقفه عند حده، مقاومه بس بطريقه عاديه، مش لازم تبقى بعنف في الاول. رابع حاجه وهي اهم حاجه في الحياه هو موضوع الاطار، او ان انت تختار دايره علاقاتك. انت مش مطالب تحط كل الناس في الدايره بتاعتك، في بعض الناس انت عارف انهم مقربين منك جدا. الناس اللي بتتريق على طول وحياتها كلها تريقه انت مش مطالب تدخلهم في الدايره بتاعتك. حط حدود لنفسك، لو الشخص احترم نفسه يدخلها، ما احترمش نفسه خليه بره، بالتالي التريقه بتاعته دي مش هتاثر عليك في حاجه. وزي ما قلت لك قبل كده البلوكات موجوده عشان تريح دماغك. في النهايه يا صديقي زي ما قلت لك قبل كده التريقه مش معناها دايما ان العيب فيك. في ناس بطبعها بتحب تتريق، في ناس عايشه عشان تتريق، في ناس بتهرب فبتتريق. فما تفكرش ان دايما المشكله فيك، ما تحطش دايما ان العيب عندك. اي حاجه تحصل حواليك ما تلبسهاش ليك انت، مش انت السبب، مش دايما انت السبب. لو اكتشفت ان انت السبب حاول تصلح، لكن ما تحطش دايما قدام عينك هم بيعملوا كده عشان انا السبب. مش دايما انت السبب صدقني. طبعا هتيجي تقول لي انا عايز كتاب، صح؟ هقول لك حاضر. في كتاب اسمه الذكاء العاطفي لدانييل جولمان، انا هجيبه من جرير ان شاء الله وهقراه برده وهقول لك ان شاء الله لو حلو، عشان ممكن الخصه لك كده في فيديو لو الموضوع عجبك، ولو قلت لي في التعليقات. لو ما قلتليش مش هلخصه، لان انا مش هلاقي حد طلب، لازم تطلب في التعليقات عشان الخصه. غير كده طيب انا هعرف منين ان انت عايزه؟ ممكن تكون مش عايزني الخصه يا اخي الله. ومع فقره الايتمز اتكلمنا قبل كده عن توك توك وجبت لك ستايل توك توك، ده ستايل تاني، ده التوك توك بقى اللي عندنا في مصر حبيبي ده. والتاني على فكره موجود في مصر برده، بس ده انا بحب التوك توك ده بشوفه من بعيد. التاني البراون ده بيبقى مضلم كده ومش بيبان يعني. دي بقى لعبه سحريه، استعد بقى عشان هبهرك دلوقتي. بص الحلاوه، شايف؟ ايه رايك؟ ملخبطه اهي صح؟ حطها هنا. بص ايه رايك؟ كلام فاضي طبعا، بحب اوريك بس اصل انا في متجر كده العاب سحريه في الصين فانا بجيب منه حاجات يعني. ده الروبيك كيوب ملخبط اهو وجواه واحد سليم تمام، وتقريبا ما بيتغيرش، لا بيتغير ماشي بس ناشف شويه. فانت بتضيفه هنا كده قدام الناس اهو، تقول له زي ما انت شايف ملخبط اهو، حطه في البوكس، تعمل كده ينزل لك اللي هو ايه الكامل. شوف ولا ساحر ولا شعوذه. دي الكتريك توث برش، فرشة أسنان إلكترونية، جبتها من الصين بسعر تحت الأرض حرفيا. طيب إيه اللي عجبني فيها؟ بص أول حاجة كاتب لي 5 ريبليسمنت هيد، الهيد دي بتتبدل، في 5 منها جوه بتبدلهم لو واحدة باظت، ومعاها 1 ترافل كيس هوريها لك دلوقتي، يعني حقيبة للسفر يعني. وفي 5 كليننج مودز، يعني في 5 هنا في الفرشة كليننج مود، 5 أنظمة لنظافة السنان يعني. والآخر حاجة 1 تشارج لاستس فور 1 يير، يعني الشحنة الواحدة بتقعد سنة. كلام كبير كلام كبير تمام، بس انا يعني انا اتبسطت قوي من شكلها مقارنه بالسعر. هوريك شكلها دلوقتي. ده شكل العلبه من جوه زي ما انت شايف كده، دي الفرشه سامع؟ مكتوب هنا ايه وايت، مكتوب كلين، مش هيبان للاسف الكلام لانه بالابيض والخلفيه بيضه. سنسيتيف وبولش مساج للسنان، حلو ده والله. هنا عندك 5 مود، كلين وبعدها سنسيتيف الاسنان الحساسه وبولش ومساج وبس. بجد بجد جميله. العلبه بقى عجبتني، دي العلبه من جوه بقى فيها ايه الفرش اهي اللي انت بتبدلها وكابل الشحن. العلبه نفسها تحفه. فالعلبه والفرشه لما اقول لك دول ممكن يعملوا مثلا بالمصري مثلا 300 جنيه ولا حاجه، طبعا مش هتصدقني. الحمد لله على نعمه الصين، يعني المنتجات الصينيه مش الصين نفسها. يا رب يا جماعه الايتمز تكون عجبتكم، الفيديو كمان يكون عجبكم. نشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. السلام عليكم.